بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم مها، وان شاء الله زي ما وعدتكم النهارده معاكم هراجع معاكم على الحاجات اللي اخدناها قبل كده. انا معاكم النهارده هنراجع على الفتح والكسر والضم، ازاي امكن ابني منهم كويس جدا. طيب قبل ما ابدا، انتوا عارفين ان انا بحب اراجع على الحاجات اللي فاتت كويس جدا عشان اتاكد ان ابني الحاجات اللي فاتت ثبتت معاه كويس قوي. طيب احنا الحصه اللي فاتت المفروض نكون اخدنا ايه مع بعض يا حلوين؟ اخدنا الحروف الهجاء اللي هي ايه؟ الف، باء، تاء، ثاء، جيم، لحد الياء. تمام. وابني اتمكن منهم كويس جدا، قراءة وكتابة واملاء بالترتيب وعشوائي، ولخبط له الحروف، اعمل له خلطة بيضة كده. ابني يكتب لي اقول له اكتب اي حرف يكتبه لي، اكتب له اي حرف اقول له اقرا يقراه لي. دي اول مرحلة مهمة جدا، ان ابني يحفظ الحروف الهجاء بطريقة صحيحة بالترتيب وعشوائي وكل حاجة. يبقى أول مرحلة اللي هي مرحلة الحروف. تاني مرحلة يا حلوين أخدناها سوا مع بعض اللي هي كانت إيه؟ أشكال ومخارج الحروف. أشكال ومخارج الحروف. ايه اشكال ومخارج الحروف يا تيتشر؟ اشكال الحروف اللي هي في اول وفي وسط وفي اخر الكلمه، وده اخدناه سوا مع بعض. اللي انا بدي ابني الحرف في اول الكلمه وفي نص الكلمه وفي اخر الكلمه. انا شرحها بطريقه جميله جدا وبطريقه سهله، من غير تشتيت الطفل، من غير ما شتت الطفل. هتلاقوها موجوده عندي على الصفحه وعلى القناه، اتفرجوا على الفيديو بتاعها. ومخارج الحروف اللي انا اعرف ابني حروف اللثويه والحروف المفخمه والحروف المرققه والحروف اللي شبه بعض في النطق، الحاجات دي كلها عشان ابني ما يجيش بعد كده يتلخبط سواء في القراءه او في الاملاء. اقول له اكتب لي مثلا كلمه سمع، يروح كاتبها لي كده. كده غلط. انا قلت ايه؟ سا، انا ما طلعتش لساني، انا قلت سا. يبقى هنا عرف يفرق بين الحروف العاديه والحروف اللثويه. اقول له كتب، ما يكتبليش قطب. تمام. كده غلط. ليه؟ انا لازم اعلمه الحروف المرققه والحروف المفخمه. في حروف عندي متشابهه في النطق كتير قوي، يا ريت تتفرجوا على الفيديو تدربوا ولادكم عليها، موجوده بالتدريبات بكل حاجه، هتلاقوها عندي على القناه وعلى الصفحه عندي وعلى البيج بتاعت الفيسبوك. تمام. يبقى احنا اخدنا الحروف، اخدنا اشكال الحروف، وعرفنا ازاي الحروف تمسك في ايد بعض، واخدنا الحروف الشقيه يا جماعه خلي بالكم منها. اخدنا مخارج الحروف سواء كانت لثويه او مفخمه او في مرققه. بدانا في بدانا بعد كده في الحركات القصيره. اول الحركات القصيره معايا هي ايه؟ الفتحه. ايه هي الفتحه؟ هبدا اعلم ابني الفتحه. ايه هي الفتحه يا بطل؟ هبدا اقول لابني الفتحه. ايه هي الفتحه؟ الفتحه شرطه نايمه فوق الحرف. شرطه نايمه فوق الحرف. اما هشوفها هعمل ايه؟ هفتح بقي واقول الحرف تاني. ايه هي الفتحة؟ شرطة نايمة فوق الحرف. يعني ايه تتشر؟ الحرف ده اسمه ايه؟ الف، جت على راسه فتحة شرطة كده، اسمها ايه الشرطة دي؟ فتحة. اسمها ايه؟ فتحة. بقى اسمه الف ولا اسمه ايه؟ يبقى انا هفتح بقي حبة صغيرين. يبقى الفتحة بفتح بقي ايه؟ حبه صغيرين. ايا كان الحركات القصيره بفتح او بكسر او بضم بقي حبه صغيرين، عشان لما اجي في المرحله الجايه اللي هي مرحله المدود ما اتلخبطش ما بين المد بالالف وبين الفتحه. الفتحه بقول انما المد بالالف بقول با با. يبقى نلاحظ النطق يا جماعه عشان ابني ما يتلخبطش بعد كده. بفتح بقي حبه صغيرين. يبقى هي الفتحه شرطه نايمه فوق الحرف. لما اشوفها هعمل ايه؟ هفتح بقي واقول الحرف. يلا بينا. اسمه ايه ده؟ با، تا، ثا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ضا، طا، ظا، عا، غا، فا، قا، كا، لا، ما، نا، ها، يا. يبقى انا اديت ابني الحروف بالفتحه يحفظها كويس جدا ويتقنهم. ابدا اديه ايه؟ مقطع صوتي. مقطع صوتي يعني ايه يا تيتشر؟ يعني حرفين مع بعض يبدا يقرا ويتملى مقطع صوتي. يعني ايه؟ يعني لما اقول له يا بطل يلا نقرا مع بعض، اسمها ايه دي؟
شاطر. برافو، لان الالف جت عليها فتحه بقت اسمها اسمها يلا نكتب وراها الحرف ده. الحرف ده اسمه ايه؟ كا. برافو، الكاف جت عليها فتحه بقى اسمها كا. يلا نقراهم مع بعض. كا. كا. شطور. يلا نقرا مع بعض الكلمه دي. اسمه ايه ده؟ جا. برافو، جت الجا هنا عندها دراع علشان تمسك الحرف اللي جاي بعديها، بقت اسمها جا في اول الكلمة. الجيم بتتكتب كده عندها ايد علشان تمسك الحرف اللي وراها. جا. انا قلت ايه؟ جا ما، يبقى نمسك في ايديها حرف الماء، يبقى جاما جاما جاما، ويقراهم مع بعض. هبدأ المرحلة اللي وراها ازود له حرف تاني على الكلمة، يبقى كلمة مكونة من 3 حروف. يلا نقرا دول مع بعض، احنا اتعودنا خلاص نقرا مقطع صوتي. اقرا لي اكا. يلا نزود عليها الحرف، يلا اقراهم مع بعض. اكا. اكا. لا. اكل. شطور. يلا دي جما. هنحط الحرف الاخير جما وانا بملي ابني بقى واحده واحده معاه. اقول له اكتب لي كلمه صبرا. صبرا. الصاد بتيجي في اول الكلمة عندها ايه؟ عندها ايد. عندها ايه؟ ايد. ليه يا تتشر؟ علشان تمسك الحرف اللي جاي وراه. هتمسك في ايديها ايه؟ انا قلت باء، هتروح ماسكة الباء. الباء عندها ايد عشان لسه في حرف وراها، يبقى باء. انا قلت ايه؟ راء، يبقى الراء تمسك في ايديها. طب يلا نكتب كلمة مع بعض، مثلا كتبا. الكف اول الكلمه بتتكتب كده. برافو عليك، عندها ايد علشان تمسك الحرف اللي وراه، يبقى تاء. التاء مسكت فين؟ في ايد الكا، يبقى تاء. باء. يلا نكتب حرف الباء. ينفع اكتب الباء كده؟ غلط. ليه؟ لان انا قلت الحرف بيجي في اخر الكلمه سليم. بيجي ايه؟ سليم، ما عندهوش دراع، يبقى باء. شطور. نقفل الباب على طول، الحرف في اخر الكلمة بيجي سليم، خدوا بالكم. طيب اكتب لي كلمة مثلا كلمة اي كلمة كده نقوله، مثلا كلمة ايه؟ زراعة. ادي ينفع اعمل لها دراع كده اهو عشان تمسك الحرف اللي وراه. نكتب ونعمل ليها دراع ونكتبه غلط. ليه يا تتشر؟ لان حرف شقي، حرف اناني، ما بيحبش يمسك حد بعده، بيمشي لوحده، ما عندهوش دراع. يبقى الرا زيها حرف شقي، يبقى خلاص. يبقى انا هنا براجع لابن الحروف الشقية، الحروف الانانية اللي هي ما بتمسكش ايد حد. ايه هي الحروف الشقية؟ الحروف الشقية 6 حروف على ايديا. الحروف الشقية 6 حروف على ايديا. الف دال الف دال زال راء زي واو. هي دي الحروف الشقية اللي هي ما بتمسكش حد بعدها. الحروف الشقية ما بتمسكش حد بعدها، انما اللي قبلها اوكي. اللي جاي قبلينا اهلا بفوسطينا، اللي بيجي بعدينا هنرفصه برجلينا، ما بنمسكش حد. وابدا ادرب ابني كويس جدا على الحروف ويحفظها كويس، وابدا بقى اخليه يقرا كلمات. خلاص. يلا الاول بديله تدريبات شفويه من حرفين مع بعض، شا فارا. وابدا انا بقى خلصنا المرحله دي ابدا اخليهم ماسكين في ايد بعض. خلاص. بعد كده ابدا اديله كلمات يقراها واحده واحده يتدرب عليها. اهي هنا المقاطع، مثلا منى ساء عزا مع. خلاص، دي المقاطع الصوتيه. بعد كده ابدا ازود له حرف تاني، يبقى اخد كلمه من 3 حروف زي اخذ سأل سأل. خلاص. حذفا. شطور. واديله تمارين كتير قوي. ايه التمارين اللي انا اقدر اديها له؟ في حركه الفتحه، اللي انا امليه كلمات، اللي انا اخليه يقرا كلمات وامليه كلمات، اخليه كمان يركب زي كلمه مثلا بديله حروف واخليه يركبها. يلا نقرا بعث.
الباء في اول الكلمه بتتكتب عندها دراع، ممتاز. ماسكه في ايديها الايه؟ العاء. العاء عندها ايه؟ ايد ماسكه كده في العاء، يبقى باع ثاء. نكتب الثاء. الحرف في اخر الكلمه انا قلت لك بيجي ايه يا بطل؟ سليم، ما عندهوش دراع. يبقى كده قرا معايا مقطع، قرا معايا كلمه مكونه من 3 حروف، هبدا ازود له حرف تاني يبقى كلمه مكونه من 4 حروف، تبقى ايه؟ فذا، فذاكر، فذاكر. باع، بعثاك، بعثك. خلاص ببدأ أخليه يقرأ كلمة مكونة من 4 حروف. خلصنا المرحلة دي، أبدأ أزود له كلمة تانية يقرأ لي جملة مكونة من كلمتين، زي قرأ وكتب. أسرع يا بطل، قرأ وكتب، أسرع. قرأ وكتب. مرة، في التانية، في التالتة ابنك هيقرأ معاكي بسرعة. أخليه يخطف الكلمة خطف كده ويقرأ بسرعة. مرة، في التانية يا جماعة. التكرار والممارسة هي اللي بتجيب الحاجات دي. كل يوم أخليه يقرأ معايا 10 دقايق، ربع ساعة، حتى لو مش هتذاكري له، تدريبات كتير هي دي إن شاء الله اللي هتخليه معاكي تمام. يبقى ها يلا نقرأ. طامسا، ها بعثا. بعد كده أزود له إيه؟ حرف تاني، فحشرا. بعد كده ازود له كلمه في كلمه، يبقى جمله مكونه من كلمتين، وهكذا بالتدريبات ابني هيكون معايا تمام. ده بالنسبه لحركه الايه؟ الفتحه. بعد كده وراها انتقلنا على حركه الايه يا ولاد؟ حركه الكسره. انا طبعا في حركه الكسره هراجع مع الحروف اللي فاتت كويس جدا، والحروف اللثويه والحروف الشقيه والكلام ده كله. حلو قوي التمرين ده. انا اجيب له الصوره، الولد ده بيعمل ايه؟ ها قرأ، قرأ، يروح موصله بقرأ. ها يلا نقرا دي. ركع، ركع. فين ركع هنا؟ مين اللي بيركع السورة؟ يروح موصلها لي. سجد، يروح موصلها لي باللي بيسجد. حلو قوي التمرين ده. خلاص يبقى انا كل ده براجع على الفتح، هاجي وراها اراجع له على الكسره. هديله الكسره. ايه هي الكسره؟ الكسره شرطه نايمه تحت الحرف. اما هشوفها هعمل ايه؟ هقفل بقي واقول الحرف. هقفل بقي حبه صغيرين. الالف قويه، الكسره دي حركه قويه جدا. اقوى حركه هي حركه الايه؟ الكسره. بتيجي في الالف تروح واخده معاها الهمزه تحت ونازله، تبقى اي، اي، بي، ها، تي، في، جي، حي، خي، دي، ذي، ري، زي، سي، شي، صي، ضي، طي، ظي، عي، غي، في، قي، كي، لي، مي، ني، هي، وي، يي. يبقى انا هنا براجع على حركة الكسرة كويس جدا، واخليه يقراهم ويكتبهم لحد ما يتمكن منهم كويس قوي. خلاص، واخليه يكسر بقه حبة صغيرين. هيبتدي هنا يحفظ الحروف بالكسر. هبدأ اديله ايه؟ مقطع حرفين مع بعض، واحد مفتوح وواحد مكسور عشان يتعود ينطقهم مع بعض. اي، با، بي، تا، تي، ثا، ثي، جا، جي، وهكذا. حرف مكسور وحرف مفتوح عشان انا هنا بدمج له الفتحة والكسرة مع بعض. يلا بسرعة نقرا مع بعض. سامي، سامي، حافي، شاري، قاضي. تمام. سيما. بايه؟ بنوع له، اجيب له حرف مكسور وحرف مفتوح، حرف مفتوح وحرف مكسور، ابدا انوع له الكلام. طب يلا اخليه يتملى مقاطع. يلا يا بطل اكتب لي كاتي. انا قلت ايه؟ كا. فتحت ولا قفلت؟ فتحت. كا يبقى فتحت، يبقى فتحة. كا، تي. انا قلت ايه؟ تي يبقى حرف التاء. فتحت بقي ولا قفلت؟ تي، قفلت بقي، يبقى كسرة. لما اقول لك اكتب لي ايرا، اي، 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 يبقى حرف الالف. انا فتحت بقي، اكتب الهمزه فوق وفتحه ولا قفلت بقي؟ قلت اي، اي، اي يعني ايه؟ عليها كسره، والكسره بتيجي الهمزه معاها تحت. اي. را، ايه، را، را، فتحت بقي. فهمتوني؟ يبقى ببدا اوضح للطفل ايه؟ نطق الحروف كويس جدا، واخليه يقرا يقرا مقاطع صوتيه كتير، حرف مفتوح وحرف مكسور عشان يتدرب عليها. وفي الاملا كذلك برضو المقطع الصوتي يتدرب. بعد كده ابدا ازود له حرف على الكلمه، يبقى كلمه مكونه من 3 حروف، زي شاربا، شاربا. ها بيعمل ايه ده؟ بيضحك، يبقى ايه؟ ضاحكة. واخليه يقرا الكلام. راكي، راكي، با، شطور. وابدا اديله كلمات كتير قوي مكونه من 3 حروف، اخليه يقراها. ها
لعبا، سمعا، لبثا، حزنا، واخليه يقراهم. تمام. ومليه واخليه يتدرب معايا كتير عندي التمارين اللي انا بخليه يقرا واخليه يتملى، اخليه يركب الحروف مع بعض، اخليه يحلل الكلمه لحروف او لمقاطع صوتيه. تمام. كل ده بيمكن الولد معايا جدا من الحاجه اللي انا بديها له. خلصنا كلمه مكونه 3 حروف، اديله مثلا كلمه مكونه من 4 حروف، بعد كده اديله جمله مكونه من كلمتين ويقراهم. تعب، تعب وجلس، تعب وجلس. ها. أكل وشرب، أكل وشرب. خلاص. هبدأ بقى أخليه يقرأ ويتملى كتير قوي، أفضل كل يوم أخليه يقرأ ويتملى. يلا. إرام، ولدي، ها، عوجة. انوع له، اجيب له مره حرف مكسور ومره مفتوح، مره مفتوح ومره مكسور، واعمل له كده ايه لخبطيطه كده في الايه في الحروف والكلام عشان يتمكن معايا كويس جدا. واخليه كل حصه باخدها اخليه يعيد ويزيد فيها. خلصنا الفتحه وخلصنا الكسره وخلصنا الضمه. الفتحه والكسره هنروح على حركه الضمه، ناخده الحروف بالضم. يلا. ايه هي الضمه؟ الضمه انا بغنيها له في اغنيه حلوه قوي، بقول له ايه؟ انا واو صغيره فوق الحرف منوره، اسمي ايه؟ اسمي الضمه، هعمل ايه؟ هضم بقي. او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، ضو، طو، ذو، عو، غو، فو، قو، كو، لو، مو، نو، هو، وو، يو. يبقى انا بديله الحروف بحركه الضمه واقراها له كتير ويحفظهم كويس جدا. اجي املله اي حرف بالضم يكتبه لي، اقول له اقرا اي حرف يقراه لي، وابدا برضو اخليه يكتبهم معايا ويحفظهم كويس قوي. طيب بعد كده هبدأ اديله ايه حركتين مع بعض، فتحة وضمة، كسرة وضمة. ايه اديله حرفين مع بعض، واحد مضموم والتاني مفتوح او مكسور زي او. طيب نكمل. ها. با، بو، تا، تو، ثا، ثو، جا، جو، حا، حو. وهكذا اديله حرف مفتوح وحرف مضموم، حرف مكسور وحرف مضموم. يبقى انا هنا بدمج له الاصوات مع بعض، سواء فتحه وكسره وضمه مع بعض، بدخل له الحروف كلها ايه مع بعض، واعلم ابني النطق ازاي. يبقى انا اول حاجه بشتغل له المقاطع. اجي امليه مثلا عشان ادربه على المقاطع، اقول له يلا يا بطل اكتب لي كلمه كاتو. انا قلت ايه؟ كا، يبقى حرف الكا، يبقى حرف الكاف. انا قلت كا ولا كي ولا كو؟ فتحت ولا ضميت ولا كسرت؟ انا قلت كا، فتحت بقي، يبقى فتحه. كا، تو، تا، يبقى حرف التاء. قلت التاء ولا تي ولا تو؟ برافو، قلت تو، يبقى ضميت، يبقى كاتو. تمام. قلت مثلا اكتب لي كلمه نوصي، نوصي، نو، يبقى حرف النو. انا قلت نا ولا ني ولا نو؟ فتحه ولا كسره ولا ضمه؟ برافو، ضميت بقي، يبقى نو، نو، صي. ماسكه النون عندها دراع، ماسكه في ايديها الصاد. انا قلت صا ولا سي ولا صو؟ انا قلت نو، صي، يبقى كسره. يبقى انا كده ايه؟ بمكنه من املاء حرفين مع بعض اللي هو مقطع، يقرا كويس وايه ويتملاه. خلاص خلصنا المقطع، ببدأ ازود له حرف زي ما انتوا عارفين. ابدأ اقول له يلا يا بطل نقرا دي مع بعض. يلا نقرا. شو، ري، شوري، حا، شوري حا. اسرع، شوري حا. برافو. ها. جوري حا، جوري حا. واخليه يخطف الكلمة خطف كده عشان يقراها بسرعة. زوري زرع. اتفقنا. يبقى انا بزود له حرف واديله كلمات كتير قوي اهي. هنزلها لكم، هصورها لكم، هنزلها لكم، يبدا يكتب ويقرا، يكتب ويقرا. الحاجات دي هتثبت معاه، وان شاء الله هيتقن القرايه والكتابه وهيبقى زي الفل. خلصنا كلمه من 3 حروف، هزود له حرف يبقى كلمه من 4 حروف. زي ايه؟ يلا نقرا مع بعض. ضربه، ضربه. ها. فعبد، عمله،
عمله. يبدأ واحدة واحدة يقرا لي الكلمة من 4 حروف ويخطفها خطف بسرعة، هيتعود إن شاء الله. خلصنا كلمة من 3 حروف، كلمة من 4 حروف، هبدأ أزود له كلمة وكلمة. هيقرا جملة مكونة من كلمتين زي إيه؟ فقد ووجد. أسرع يا بطل. فقد ووجد، أسرع. فقد ووجد، وهكذا. يبقى التكرار والممارسة كل يوم ده اللي هيخلي ابنك إن شاء الله يقرأ بسرعة. مليه، اديله كلمات وجمل يقراها، ان شاء الله هيبقى تمام معاكي وزي الفل. هصور لكم الكلمات دي تشتغلوا بيها مع اولادكم، او انتوا تعملوا سيرش على الفيسبوك على كتاب نور البيان او اي كلمات، مثلا اكتبوا كلمات بالحركات الثلاثه، هيطلع لكم كلمات كتير قوي 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 بالحركات الفتحه والكسره والضمه. اهم حاجه اللي انا كل يوم اشتغل مع ابني، ما اشتغلش يوم واريح يوم، ما اشتغلش يوم واريح يوم. تمام، كل ده ان شاء الله هيمكننا ويخلي ابنك ايه يقرا ويكتب بطريقه مظبوطه. وانت بتمليه تراجعي له على الحروف الشقيه. الحروف الشقيه 6 حروف على ايديا. الحروف الشقيه 6 حروف على ايديا. وابدا اراجع له الحروف الالف والدال والزال والراء والزين والواو، واقول له ان الحروف الشقيه دي ما بتمسكش ايد حد، ما بتمسكش ايد حد. اللي بيجي قبليها اوكي متفقين بتمسكه، لكن اللي بيجي بعديها لا. اللي بيجي قبلينا اهلا بيه في وسطينا، واللي بيجي بعدينا هنرفصه بايه؟ برجلينا. وابدا اغني له اغنيه كده بسيطه عشان يفهم الايه الحروف الشقيه. ابدا اعلمه كمان الحروف اللثويه. ايه هي الحروف اللثويه؟ 3 حروف. ايه هما؟ الثاء والذال والظاء. بطلع فيهم ايه يا بطل؟ طرف لسانك. خلي بالك، طلع طرف الايه لسانك، وابدا اميز له الحروف المتشابهه في النطق والكلام ده كله. يبقى انا كده بلم لابني كل حاجه، القديم مع الجديد والقديم مع الجديد، وكل حصه براجع على القديم وامليه واختبره فيه. يبقى انا كده ان شاء الله معايا ابني ان شاء الله متمكن في القرايه والكتابه. كده احنا خلصنا الحركات القصيره. لو حد عنده اي استفسار او اي سؤال يبعت لي وانا هرد عليكم ان شاء الله. صوروا لي ولادكم وابعتوا لي، هنزل لكم الواجبات على البيج عندي على الفيسبوك وعلى الصفحه عندي. يا ريت تتابعوني وتحت امركم ان شاء الله في اي حاجه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. هكمل معاكم حلقات التأسيس. الحصه الجايه بقى هنبتدي في السكون، هتلاقوني شرحها بالتفصيل الممل موجوده عندي على الصفحه. والحركات الطويله، المدود، مد الف ومد ياء، كل ان شاء الله قواعد التأسيس هتلاقوني شرحاها. تابعوني ان شاء الله، ولو حد عنده اي استفسار يبعت لي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.